السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم عام جديد، معاكم سالي من قناة سالي هوم. فيديو النهاردة حلو جدا، هنعمل مع بعض كده حاجات حلوة لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. تابع الفيديو للنهاية وصلى على النبي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حط لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابع الفيديو للنهاية. ويلا نبدأ، بسم الله. في البداية كده كان عندي الصينية ديت، حبيت ان انا اعمل لها كده يعني تغيير بسيط عشان خاطر تناسب رمضان يعني وشهر رمضان. انا بحب الخيامية قوي، سواء كان استيكر او قماش او كده، يعني بحس ان هو بيدي بهجة كده ويعني بيحسسك برمضان، يعني مش زي الحاجات اللي طالعة اليومين دول. الحاجات اللي هي بقى المودرن والكلام ده. انا بحب الخيامية وبحب اشتغل اعمل ديكورات رمضان منها، فبتدي جو حلو كده وبهجة للمكان. فانا حبيت اغير شكل الصينية ديت. كانت عندي قطعت كده قطعة من الستيكر على قد المقاس بتاع الصينية، وبدأت ان انا اظبط كده المقاس بتاعها والزقها عليه. فكرتها سهلة جدا وبسيطة وتنفيذها سهل، وادت شكل حلو قوي. نيجي بقى بعد كده هعمل مفرش كده من الخيامية وقماش الدك. ده قماش اسمه دك، بيبقى قماش كده جامد شوية وخامته تقيلة حبة، وفي منه أنواع كتير، يعني في خامات بتبقى ضعيفة وخامات بتبقى متينة يعني. بس ده الخامة الحلوة اللي منه. وجبت كده القماش بتاع الخيامية وهبدأ أفرغ منه كده رسومات علشان خاطر أثبتها على المفرش. أنا طبعا قست كده مقاس الترابيزة اللي عندي بتاعت الركنة، وبدأت كده ان انا ايه اثبت الحاجات ديت عليها، القطع بتاعت الخيامية ديت، بحيث ان هي يعني يطلع لي في الاخر شكل كده متناسق، وشكل يكون بسيط كده وحلو. انت طبعا كل واحد بقى على حسب ذوقه ممكن تقص الشكل اللي يعجبك وتعملي بقى ايه الشكل اللي يناسبك، يعني اللي تحس ان هو يعني ايه على حسب ذوقك. فانا الشكل ده اكتر حاجة عجبتني ان انا اعملها يعني وانفذها، والحمد لله فعلا طلع في النهاية شكله حلو جدا. عايزه اقول لكم ان القماش بتاع الدك ده، اللي هو القماش اللي لونه بيج اللي انا بثبت عليه الخيامية، المتر منه ب65 جنيه. وانا هعمل المفرش ده بحوالي نص متر، يعني هيكلفني مثلا حاجة و30 جنيه. والخيامية برضو يعني اللي انا استخدمته ده حوالي ربع متر مثلا او اقل. برضو الخيامية كان المتر ب60. فيعني المفرش كله هيكلفني مثلا، ممكن يكلف مثلا حوالي 50 جنيه، 60 جنيه بالكمان الكنار اللي انا هلفه كده على الخيامية. طبعا لو ده بتشتريه هتشتريه بمبلغ، يعني ممكن يعدي 200 جنيه وممكن 300 جنيه كمان، لان ده يعني قماش خامته كويسة، وكمان الشغل الهاند ميد بيبقى غالي، لان طبعا بياخد مجهود وبتبذلي مجهود فيه، والخامات برضو وكده، بيتباع غالي. انت بقى هتعمليه باقل من نص السعر، او ممكن يعني ربع السعر كمان، فاهميني. هنا بقى كنت بثبت الشريط ده حوالين الخيامية كده علشان خاطر القماش بتاع الخامية ما ينسرش معايا، وكمان يعني ايه يدي كده تقفيل نظيف كده للمفرش، ويبقى شكله نظيف وحلو. الشريط ده بتجيبيه من عندي بتاع الكلف والخيوط. بتجيبي بقى الحاجة اللي تحبيها، في فرنش من اللي هو بيبقى ليه شراشيب كده، وفيه الشريط البومبوم، يعني ممكن تعملي اي حاجة. ده كان حلو كده ورقيق، عملت بيه. ده الشكل النهائي بتاع المفرش، حلو جدا. لو حابة ان انت برضو تلف على المفرش من بره خالص الاطار بتاعه الخارجي، بتلف مفيش مشكلة، بس انا البتاع ما كفاش معايا. تمام. هبدأ بقى كده ان انا ايه اتني الحروف بتاعته واخيطها كده بالخياطة اللي هي العادية، الغرزة اللي هي السراجة العادية خالص، علشان خاطر القماشة ما تنسرش مني وتبوظ. اذكركم بقى بالباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. خلصت كده المفرش، وده بقى شكله النهائي. اتمنى يكون عجبكم، يكون سهل التنفيذ كده ويكون بسيط. لو عجبكم بقى حطولي لايك.
ندخل بقى على الفكرة التانية. هنعمل كوشنز كده رمضانية، هعملها بقماش الدك برضو، وهطعمها كده من الخيامية. هجيب كده مخدة من اللي عندي وابدأ كده اقيس على قد القماش عشان تطلع مظبوطة معايا. انا هنا هعمل المخدة من غير سوستة، يعني هعملها بطريقة كده حلوة جدا بحيث ان انت تركبيها وتخلعيها من غير ما تحتاجي سوستة، وهيبقى شكلها مظبوط معاكي والتقفيل بتاعها حلو جدا. هجيب كده القماش الدك واقيس على قد المخدات اللي عندي، واقص كده بالراحة، وهجيب المخدة تاني كده برضو عشان خاطر اظبط المقاس بتاعها مظبوط. وهعملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. هحط المخده في النص واجيب طرف من اليمين وطرف في الشمال واخليهم يقابلوا بعض، واخلي القماشه طويله شويه بحيث ان هي يبقوا راكبين فوق بعض، فاهميني؟ زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طبعا هيبقى يعني لما اخيطها مع بعضها، انا مش هخيطها، انا هعملها بمسدس الشمع، بس لما اعملها الزقها في بعضها هتبقى عامله فتحه من النص كده ادخل منها المخده، وفي نفس الوقت مش هحتاج ان انا اركب سوسته. تمام. يا رب يكون التصوير ويكون الشرح يعني واضح. هبدأ بقى اثبت كده بمسدس الشمع. انا مش هستخدم خيط خالص في عمل الكوشنز، هستخدم مسدس الشمع بس. بثبت كده الطرف اللي هو اليمين والشمال. الطريقة دي اسهل طريقة لعمل المخدات او الكوشنز. يعني ايه، انا كنت مستصعباها في الاول، يعني كنت ناعية هم لما اجي اعمل المخدات ديت، بس سبحان الله يعني جيت اعملها لقيتها مفيش اسهل من كده. شايفين كده؟ خلاص هبدأ كده ان انا اقلب المخدة معايا. هوريكم دلوقتي الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي. شايفين كده؟ قلبتها. ده بقى شكلها من جوه، يعني بعد ما قلبتها ده بقى شكلها النهائي. بقت مفتوحة من النص كده بحيث انت تدخلي منها المخدة ومن غير سوستة ومن غير اي حاجة. هاتني بس طرف الفتحة اللي هي في النص ديت، هاتني الطرف بتاعها عشان ما تنسرش برضو بمسدس الشمع، وخلاص على كده. حابة تخيطي برضو بالإبرة والخيط كده مفيش مشكلة، لو انت بتحبي الخياطة هتتسلي كده وتعمليها هتطلع معاكي مظبوطة برضو. ولو في مكنة خياطة طبعا يكون احسن وافضل. ده شكلها اهو. خلاص كده. هجيب بقى كده قماش الخيامية وابدأ ان انا افرغ منه برضو الشكل اللي انا عايزة اعمله على المخدة. قماش الخيامية ده بيبقى فيه بقى اشكال كتير قوي فيه. بتفرغي بقى الشكل اللي يعجبك، يعني زي الشكل ده كده ان انا هعمل بيه المخدة. انا هعمل 3 وحدات، وهعمل يعني كذا شكل مختلف هتشوفوهم دلوقتي في الاخر. بس انا هعمل معاكم واحدة بس عشان خاطر ايه ما اضيعش برضو وقتكم ويكون الفيديو طويل. هعمل واحدة وبعدين اوريكم التانيين عملتهم ازاي. هظبط كده القماشة وابدأ اقص كده لو في زيادة ولا حاجة اقصها عشان الشكل يبقى ايه. انا مش عايزاها كبيرة قوي، يعني عايزاها تبقى مظبوطة يعني على قد المخدة، ولو اصغر منها كمان تبقى احسن. هثبتها كده بمسدس الشمع، وبعدين بقى الف عليها الكنار اللي انا قلتلكوا عليه. لو لسه بقى موجودة معايا في الفيديو لحد اللحظة ديت، انزلي حط لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احصائيات اليوتيوب بتقول ان يعني معظم المشاهدين اللي بيشوفوا القناة عندي مش مشتركين في القناة، يعني بيدخلوا يتفرجوا ويطلعوا من غير ما يحطوا لايك ولا يشتركوا في القناة. فطالما المحتوى عجبكم وبتدخلوا تشاهدوه يعني كذا مرة وكده، فأتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة عشان دعما منكم ليا يعني. لان الاشتراك واللايك ده اللي بيديني دفعة ان انا اكمل واستمر في المحتوى بتاعي. وطبعا بشكر اي حد يعمل لي لايك او كومنت او اشتراك في القناة، يعني بفرح جدا بتعليقاتكم. ويا رب دايما كده ابقى عند حسن ظنكم كده واعمل لكم دايما المحتوى اللي ينفعكم.
هنا كنت خلاص كده خلصت كل المخدات بتاعتي، عملت ال3 اشكال دول حلوين جدا وشكلهم شيك وما شاء الله. يعني لو بيتباعوا هيتباعوا بمبلغ مش قليل، لان الخامة زي ما قلت لكم خامتهم حلوة جدا، وكمان يعني الحاجة اللي معمولة بالهاند ميد كده بتبقى تكلفتها عالية، يعني بيبقى مخدومة طبعا انت بتعملي حاجة بايدك غير لما تبقى شغل مصانع. فأتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وتكون الأفكار اللي فيه عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. أحبكم في الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. الله 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 رمضان كريم، رمضان كريم فتح يا عالم 30 يوم فيه انا وسعاده. قعدة رمضان حلوه يا جدعان، شهر الاحسان كله عباد. رمضان كريم فتح يا عالم 30 يوم فيه انا وسعاده. قعدة رمضان حلوه يا جدعان، شهر الاحسان كله عباد. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخيره. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخيره.